زينات كراكم لاباس؟ انا في نعمه والحمد لله، ربي يدومها عليا وعليكم ان شاء الله. قبل ما نبداو الفيديو نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بديت لكم الفيديو اليوم بالمشتريات. قبل ما نوريكم المشتريات بغيت نوضح لكم انا كنت غايبه هادو 3 ايام باسكو كنت قلت لكم بلي راني غاديه عند مرت خويا الحفله تاع بنتها اللي ربحت البي ام، عقوبه ان شاء الله للباك ونجاحات اخرى ان شاء الله. اما لا هذيك هي الانترنت درتها بيا. كملت لي كونيكسيون، قعدت بارطاجيت معكم فيديو تاع الحفله ومن بعد زدت فيديو من موراه ومن تما الكونيكسيون كملت. على هذه انا اليوم يامس جيت، يامس في الليل جيت. كي جيت هنا للدار كنت انا كيما قلت لكم خوله بنتي ما تروحش معايا، هي ومحمد خليتهم هنايا. كي جيت لقيت بنتي تبارك الله ما شاء الله منقيت لي كاع الدار تما، ما تعبتش. عندك غير القش اللي طبقته. واليوم الصباح قالت لي ماما باغي نخرج نشري صوالح خاصيني، حاجه خفيفه بصح كانت خاصتها مع لي بنتي انا ما تخرجش وحدها، تخرج معايا ولا ما تخرجش. على هذه قالت لي ماما تروحي معايا، قلت لها صح ما كاش مشكل. اما انا ريحت يامس، ما وصلناش بكري، وصلنا مع الليل لقيتهم وجدت لي ثاني الحشاء. الحمد لله على النعمه، نعمه تاع تاع البنت. كي تكون زاجيه. المهم اليوم قلت لها نديك تشري صوالح هكا. روحنا مع الصباح شرينا صوالح دوك نوريهم لكم. نبداو بالحاجه اللي شريتها، هي ماشي حاجات كبار بصح المهم شريت هذا الكتان، هذا البراده. شريت 3 متر باش نخيطه لها حجاب، باسكو الحجابات اللي لقاتهم ماشي عراض، واللي تلقى عريض ما تلقاش على حسب الكوت تاعها. على هذا قالت لي ماما نشري لك الكتان وخيطيني. قلت لها من عينيا، وانا لاش نداري انا دريت باش نخيط لولادي. حاجه قلت لها اللي بغيتيها بنتي ماما كراهنا، اللي ما قدرتيش عليها نقدر عليها انا. وشريت ثاني هذه شريتها ب180 في المارو، وعندها ثاني خمار مارو. بغات دير هذاك الحجاب بلوسيال مع هذه في المارو، وعندها صاك مارو وخمار مارو. هادو هما المشتريات تاعهم. هذا مكان، هذا مندبه كبيره و100 فار. على هذه خرجنا ما تخليناش الا لوحدها. وانا شوفوا شريت محفظه كراطيب، شريتهم لبناتي. انا مداري قلت لكم بلي دايره كرتونه تاع الدخول المدرسي، اما لهذه المره ما شريتش ادوات مدرسيه، شريت كراطيب. عجبوني هذو الكراطيب. انا من النوع اللي ما نبغيش هذوك الكراطيب تاع الميكيات. العام اللي فات شريت لهم، درت لهم غرضهم. شريت الجوانه تاع ماشا، وجمانه شريت لها تاع فلاوزن نورمالمون فلاوزن. ايا ما عجبونيش انا، هما يديروهم وانا ماشي عاجبيني صراحه. نبغي حاجه سامبل وحاجه كلاس وحاجه تجي زعما تاع على الكبار والصغار، ما نبغيش حاجه تاع ميكيات وكاع. بصح انا قلت معليش نخلي لهمش حاجه في خاطرهم، ندير لهم اللي بغاوه، بصح السنه ندير اللي بغيته انا. مالا شريت هذا شريته الجمانه، وهذا شريته الجوانه. شريت لهم نفس الستيل. بغيت وحدين كبار ريتا جوجوري بصح ما لقيتش، قال لي من بعد نعاود نولي نجيب ريتا جوجوري. مام عندهم كيما هاك بصح هما سكاي، ماشي هذا قماش، هذا ماشي سكاي، وجايين شابين. انا الاولى خفت قلت بالك صغار ما يجيهمش الكتاب، اما انا رحت دبرت كتاب وقسته على الكرطاب. كي شفتها يدخل فيه الكتاب ايا جبتها لهم. انا يعجبني هذا ستيل، يجي مع كلش الحاجه اللي تلبسها يجي معاه. المهم هذه هي كرتونه تاع الدخول المدرسي. انا الخطره اللي فاتت بارطاجيتها معكم، قلت لكم شوفوا شنو شاريه للدخول المدرسي. وهذه المره ما شريتش ادوات، شريت كراطيب. قلت انا نشري هذه الخطره كراطيب، وخطره الجايه نشري ثاني قلعت هذه الخطره الجوري جمانه وجوانه، الخطره الجايه نشري الريتاج وجوري. وكل واحد ورايح خواتاتي. كالي قالت لي باللي كيفاه ومازال الوقت وكيفاه جبتوا الوقت يجري وكاع، كل وحده ورايح وكل واحد الميزانيه تاعه، كل واحد ومقدوره، كل وحده وكيما بغات دير. انا هذه الحاجه مساعدتني، نتوما ساعدتكم ديروها. انا قلت نبارطاجيها معكم، بغيتوش ديروها كل وحده وحره في نفسها. انا تساعدني بعد. انا بالنسبه ليا دوك انا عندي بسلامتهم ولادي بزاف، ما عادش نقدر نشري لهم نهار تاع الدخول المدرسي نشري لهم ملابس ولا نشري لهم الادوات ولا نشري لهم محافظ ولا. درتها العام اللي فات وساعدتني، قلت لكم حتى كرتونه رمضان ودرتها العام اللي فات ثاني ساعدتني علامه. لقيت روحي في رمضان هذا اللي فات ما شاء الله. وما من الدخول المدرسي العام اللي فات ما نغبنتش، كان عندي نص الصوالح شريت حاجه خفيفه بصح ما نغبنتش. وكل وحده ورايها خواتاتي. ونحترم انا الراي تاعكم، نتوما تاني احترموا الراي تاعي باسكو انا هذه الحاجه مساعدتني. المهم دوك نروح ندير معكم كروكي لولادي، كروكي بحبه بيض. نديروا الوصفه مع بعض وراكم معايا.
هادو هما المكونات تاع الكروكي. كروكي هذا نورمالمون غير بحبه بيض، بس انا البيض اللي عندي صغير، مين صغير قلت ندير 2 حبات. اما انا فيه زوج حبات بيض، وانتم ديروا غير حبه لكان كبير. وفيه كاس قل ربع زيت، وفيه كاس سكر، وكاس قل ربع حليب فانينه، وفيه مغرف كاكاو، وفيه مغرف تاع الشوكولاته الطلي صنع منزلي. نتوما كان عندكم واجده ديروها تاع شري، بس انا هذه صنع منزلي. فيه زوج فرفاره وزوج لافاني. كاين واحده متتبعه كتبت لي تعليق بغيت نجاوبها عليه، نقرا معكم التعليق. كنت أنتظر فيديو أقوى من هذا. أختي في الله، نحن نتناصح بيناتنا، وطلبت منك إرشادي في احتواء أبنائي. بما أنك مررت بالضغط الذي أمر به أنا الآن، فقد أصبحت كما ذكرت لا أزور أحد ولا أتكلم في الهاتف إلا مع أمي. أختي الغالية، كي سقسيتيني هذا السؤال رجعتيني لسنين كاملة من التعب والتجارب والدموع والدعاء. وصدقيني ما نحبش نعطيك صورة وردية ونقول لك باللي أنا كنت قوية طول الوقت وما تأثرتش، بالعكس. أنا أم ل7 أطفال وعشت الضغط التربية ومسؤولية بكل تفاصيله، وعشت أيام حسيت فيها باللي ما بقى فيا حتى ذرة طاقة نكمل بيها. كي كنت صغيرة كنت نشوف الأمومة حاجة جميلة برك، وما كنتش نعرف باللي وراها مسؤولية كبيرة بزاف. كل طفل عنده شخصيته، عنده احتياجاته، عنده مشاعره، عنده مشاكله. ومع الوقت لقيت روحي مسؤولة على أرواح كاملة، على التربية، على الأخلاق، على الدراسة، على الصحة، وعلى البيت كامل لازم يبقى واقف. في البداية كنت نحاول ندير كل شي وحدي، وكنت نظن باللي الأم الناجحة هي اللي ما تغلطش وما تتعبش وما تشكيش. وكي كنت نتعب كنت نلوم روحي ونقول علاش ما قدرتش ندير أكتر. بصح مع الوقت فهمت باللي هذه أكبر غلطة كنت نديرها في حقي. تعلمت باللي الأم راهي إنسانة قبل ما تكون أم، عندها قلب يتعب وعندها روح تحتاج راحة وعندها مشاعر تتأثر. وكي قبلت هذه الحقيقة بدأ الضغط ينقص شوية بشوية. أكتر حاجة ساعدتني هي أني رجعت لربي بصدق، ماشي غير الصلاة وخلاص، بصح علاقة حقيقية مع ربي سبحانه. كنت في بعض الليالي نبكي ونحكي مع ربي بكل اللي في قلبي. كنت نقول يا رب أنا ضعيفة وأنت القوي، أنا ما نقدرش وحدي وأنت تقدر على كل شيء. والله يا أختي كاين راحة ما يقدر يعطيها لك حتى إنسان إلا ربي. كي تسلمي أمورك لله وتحطي ثقتك فيه تحسي باللي الحمل اللي فوق كتافك ولا أخف. ربي سبحانه قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذه الآية كانت من أكثر الآيات اللي نعيش بها، لأن التوكل الحقيقي يخليك تعرف باللي النتائج ماشي كلها بيدك، عليك بالسعي والباقي على ربي. ومن الحاجات اللي تعلمتها كذلك أني نحبس التفكير في الكمال. كاين بزاف أمهات يحطموا رواحهم لأنهم حابين يكونوا كاملين، دار منظمة، أولاد مثاليين، نفسية مستقرة، ونجاح في كل شيء. بس الحقيقة ما كانش إنسان كامل. كاين ايام يكونوا الاولاد مشاغبين، وكاين ايام تكوني متعبه وما تقدريش ديري كل شيء، وهذا عادي جدا. التربيه ماشي سباق باش نربحوا فيه، التربيه رحله طويله تحتاج صبر وحكمه ودعاء. وزيد تعلمت حاجه مهمه جدا، ما نحملش هم 10 سنين للقدام. كنت نقعد نفكر واش راح يصرى لولادي، كيفاش يكون مستقبلهم، هل راني نربي مليح، هل راح نندم على اخطاء نديروها اليوم. كل هذه الاسئله كانت تسرق مني راحتي. من بعد وليت نعيش يومي فقط. اليوم واش لازم ندير، اليوم كيفاش نكون أم أفضل، اليوم كيفاش نزرع قيمة مليحة في أولادي برك. ومن جهة أخرى تعلمت باللي الدعاء سلاح عظيم. مرات كنا نظنوا باللي لازم نلقاو حلول لكل شيء بعقولنا فقط، بصح كاين أمور ما يحلها غير ربي سبحانه. كنت ندعي لولادي في صلاتي، ندعي لهم قبل ما نرقد وندعي لهم حتى في الأوقات العادية، لأن القلب كي يتعلق بالله يولي مطمئن أكثر. وزيد حاجة أخرى ساعدتني، وهي أني ما بقيتش نقارن روحي بالناس. اليوم السوشيال ميديا وريتنا حياة مثالية ما عندها حتى علاقة بالواقع. تشوفي أم مبتسمة طول الوقت وأولادها منظمين ودارها لامعة، وتحسبي باللي غير انتي اللي راكي تعاني. بصح الحقيقة أن كل بيت عنده معاركه الخاصة، وكل أم عندها لحظات ضعف ما يراها حتى واحد. لهذا حبسي المقارنات، قارني روحك بروحك فقط. إذا كنتي اليوم خير من البارح راهو تقدم. إذا تعلمتي حاجة جديدة راهو نجاح. إذا صبرتي في موقف صعيب راهي نعمة كبيرة. وأكثر درس خرجت به من تجربة تربية 7 أطفال هو أن الحب أهم من الكمال. أولادنا ما يحتاجوش أم كاملة، يحتاجوا أم تحبهم، تسمعهم، تدعي لهم وتحاول معاهم كل يوم. نعم نغلطوا، نعم نتعبوا، نعم نبكوا أحيانا،
لكن هذا ما ينقصش من قيمتنا كأمهات، بالعكس هذا دليل على أننا نجاهدوا ونبذلوا جهدنا. واليوم إذا تسأليني كيفاش تخطيت الضغط، نقول لك ما تخطيتوش دفعة واحدة، تخطيته بالصلاة، بالدعاء، بالتوكل على الله، بالتوقف عن جلد الذات، بعدم المقارنة بالآخرين، بتقسيم المسؤوليات خطوة بخطوة، وباليقين أن ربي لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا ربي اختارك لهذا الدور فهو يعلم أنك قادرة عليه بإذنه. وانت كذلك أختي، مهما كان الضغط اللي راكي عايشة فيه، ثقي باللي هذه مرحلة راح تمر، يمكن تكون صعبة ويمكن تكون ثقيلة على القلب، لكن ما راحش تبقى للأبد. تمسكي بربي وقولي كل يوم يا رب أعني ولا تعين علي، وقويني ولا تضعفني. صدقيني الإنسان يقدر ينهار كي يعتمد على نفسه فقط، لكن كي يعتمد على الله يلقى قوة كبيرة ما كانش يتخيل باللي عنده منها حتى جزء صغير. ربي يفرج عليك ويشرح صدرك ويبارك لك في أولادك ويجعل كل تعب تعبتيه في ميزان حسناتك، لأن الأمومة رسالة عظيمة، وكل لحظة صبر فيها يراها الله ويعلمها، وما يضيع عند الله حتى مثقال ذرة من خير. هنكمل الفيديو حبيبتي، أستودعكم الله، مع السلامة.